حسين ياسر المحمدي لاعب النادي الاهلي السابق جه في يوم وساب الاهلي وقال انا مش عايز اكمل علشان جوزيه ما بيلاعبنيش، وكان قايل لاداره النادي الاهلي ان انا جاي لي عرض قطري. النادي الاهلي قال له ادينا اسم النادي اللي انت رايحه علشان نكتب لك الاستغنى بتاعتك على اسم النادي. قال لهم لا والله لسه ما استقرتش على حاجه، انا عايز استغنى حره. الاهلي راح كاتب له الاستغنى بكل شياكه وكل ادب واحترام، راح واخد بعضه وطالع على حسام وابراهيم، قابلهم عند كوبري اكتوبر وراح واخدهم وراح داخل على نادي الزمالك وراح ماضي للزمالك، ومن قبله حسام وابراهيم، ومحدش قال عليهم خاينين ولا حاجه. وللعلم بس الاسطوره بتاعتكم شيكابالا مضى للاهلي مرتين وبعدها عيط للمهندس عادل القيعي وقال له انا عايز الغي العقد، وبكل شياكه المهندس عادل القيعي راح لغى العقد ومشاه بكل ادب واحترام. فبلاش بقى نغمة المبادئ والقيم والاخلاق اللي انتوا ماشيين تتكلموا عنها وانتوا ما تعرفوهاش اصلا، وتحسسونا ان انتوا الاخلاق والقيم اتولدت عندكم في النادي وهي اصلا ما عدتش من شارع جامعه الدول، ما عدتش حتى من احمد عرابي، ولا بلاش احمد عرابي عشان مرتى ساكن هناك، ما عدتش حتى الكتكات. يا نادي وضيع يا رخيص، انتوا ناس رخيصه اقسم بالله. بس كده، السلام عليكم.